كي تحكي على الدكتور يشوف الليسته بتاع بيتكوفيتش مبكري فيها شي حاجه. مبكري ما ديت الليسته بتاع بيتكوفيتش قاعد نشوف فيها بالاسم فيها البليلي فيها توغاي في بالي فيها البليلي. ركزوا مع بعضنا تبعني بالباهي باش تعرف البليلي كيفاش ظالم روحه ظالم نفسه. نورمالمون البليلي في شامبيونات تونس يكمل ب 20 باس ديسيزيف نورمالمون اقل حاجه. ركزوا معايا. بن طالب اللي عمل توتنهام واللي عامل 12 عام تو في الاوروب خير من البليلي تكنيكمون؟ لا 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 مش خير. جامي لا مش تبعني بالكدا تبعني. سعيد بن رحمه اللي مش خير. خير من البليلي تكنيكمون؟ لا مش خير. مازال في نيوم هو في السعوديه ولا مشى؟ ما نمشي معاك اني اللي باش مديها حافظها. تبعني ياسين بن زيه ولو انه اتاكون فو نوف اتسيتيرا خير من البليلي؟ جامي لا. نزيدك اكثر منك حتى الجماعه اللي لعبوا في البريود بتاعه اللي هما رياض بودبوس بار اكزومبل خير من البليلي؟ جامي لا. كلهم عملوا دي شامبيونات توب 5 اوروبيان وعملوا شامبيونز ليج. نوصل معاك اكثر من هيك يعني اكثر من هيك. يونس بالهند على ليبوك في مونبولييه وهالشامبيونات وكذا خير من البليلي؟ جامي لا في. كل سيدي نعطيك اكثر من هيك بوتيتر محرز ادروا اكثر منه شويه مي تكنيكمون بارلون في اللان كونتران محرز في مباراه السوبر الحقيقه عمل مباريات ممتازه. هو خير منه. دونك البليلي ظلم روحه البليلي لعب. علاش ظلم روحه؟ ماهوش ديسيبليني تو سامبلومون. سيد موجود في ليكيب ناسيونال ورجع ومش يعمل كوبا كوب دافريك كوب دي موند. كان ينجم يعمل مخير برشا. يا ولدي الراجل كان خليني في باش يعمل كان كابابل هذا حكيناه 8 سيزون. برافو خليني نكمل. ما هذا حكيناه بامال دو فوا دكتور. احنا تو نحكيو على ليتا اكتويل نحكيو على ليتا اكتويل. يوسف البليلي في الترجي وفي البطوله يوسف البليلي أولما ينجم يكمل ميور اسيستمين ميور بوتور في البطوله في كل عام. اي وحاجه اخرى زاده دكتور البليلي مش كان بطوله راهو البليلي شامبيونز ليج البليلي مسابقه افريقيه دونك هذا هو فقط مباراه وحيده ما كانش فيها ديسيزيف. الموسم الماضي في الشامبيونز ليج ما كانش سيء. راهو هداف الترجي في الشامبيونز ليج اسيست مان الترجي في الشامبيونز ليج. فقط مباراه نتاع سان داونز نتاع اليورو. صحيح يا كريم ما تحكيليش على هو الماتش اللي اكسلي فيه هو ماتش بيراميدز في تونس. صحيح كار دومي فينال تيسان ريف زاد ملاعبي ما يكونش موجود في مباراه معناتها في الاخير فريق وراه 11 لاعب معناتها ما يجيبش لاعب مش هو وحده اللي باش يربحني في كل شيء. هو مشى خاطر بعدها مشى كاس العالم وجاب 6 مليارات للترجي بهدف وكان افضل لاعب في الترجي وقبلوا مثلا. المشكل النتائج الرياضيه البليلي كابابل دو لو فير موينون 3-4 كيلو زايدين واللي جين دو في بارفيت معناها مش كيما قاعد. بيتكوفيتش اعلن على قائمه منتخب الجزائر والثنائي بليلي وتوغاي كالعاده موجودين ضمن قائمه بيتكوفيتش. بيكوفيتش تصور حتى مورالمون خاصة البليلي هو توغاي ما كان ديما ثابت. البليلي رجع مؤخرا نتصور حتى مورالمون اللي هو يهمه برشا يكون في منتخب الجزائر. اكيد خاطر البليلي يحب برشا يحب المنتخب يحب التواجد في المنتخب و سي ان بيليي تحب ولا تكره عنصر خبره في المنتخب الجزائري كسوا سور تيران ولا في لي فيستير. البليلي معناه سهل التعايش معه يعني من داخل في الفيستير ولا برا التيران مع اصحابه ما هو شكل بيرسوناليتي الصعيبه. نتصور عادي وانه يميز عليه مدرب المنتخب الجزائري سورتو بالستات اللي عملهم في العامين الاخرانيين مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لتوغاي اللي دون لا ستابيليتي معناها ان طونك ديفونسور مع منتخب مختلف. لي سيليكسيونور اللي يتعداو على الجزائر مش معناه بالزهر وانهم يختاروا توغاي في كل مره. إلي ستابل يعطي إلي سيريو يعطي في الروندمون اسكونتي ماهيش مفاجأة انه يكون موجود في المنتخب الجزائري. نضيف شويه على مروان حاجه انه راهو سيني بلو ايفيدون باش تلقى دو جوار انترناسيونال مع الجزائر من البطوله التونسيه نتاعنا اللي هي ماهيش كلاسي بارمي لي توب 5 نقولوا نتاع البطوله ويكونوا لبرا من المنتخب ويرجعوا مع المنتخب يجوا لاسبيرونس. اثنين راهو توا لي زونترونور في العالم الكل ils sont à la recherche وهذا c'est un privilège le joueur à la recherche d'un profil créatif parce que ça court plus les rues. كل joueur il est créatif technicien. نشوفوا دي شان في لا ليست تاع ليكيب دو فرانس البارح اكيلوش
Lyon à Monaco, il y a un joueur ultra créatif, Cherki, Ryan, Doué, هذوما لي 3 جوار اللي هما الثلاثه يحوسوا بين 20 سنه و 23 سنه صغار مي ils sont ultra créatifs. Même Olysée نتاع بايرن. Alors ce n'est plus la puissance physique qui compte في الفوتبول مودرن مي سي سورتو لا كرياتيفيتي. اللاعب اللي يعمل الفارق خاطر لي تكتيك الكل سي بون يا مال هو اللي باش يعمل الفارق، ديزيري هو اللي باش يعمل الفارق. فوالا وهذا هو البلاي دون سو كونتكست لا خاطر يبلوكي السيتياسيون تو افي. نحكي بلوكاج معين هو اللي كابابل باش يبلوكي. نحكي على بقيه المقابلات. النجم الساحلي مستقبل كابس معناها كي تحكي ديما بالنسبه للجمهور الترجي باش تقول له اجنبي ديما ريفيرونس تاعهم بليلي توغاي. بليلي توغاي مش بالساهل باش تلقاهم. توغاي لازم تفهم كيفاش جاو. توغاي جا جون، جا صغير برشا وقعد على البنك ما كانش يلعب. كان عبد القادر بدران وشمس الدين ذوهدي هما اللي يلعبوا. توغاي قعد تقريبا 2 مواسم على البنك. دخلت تدريجيا بشويه بشويه. ولا جاك جون ما جاكش ما تكلفلكش فلوس الى اخره. البليلي بون عنده علاقه عاطفيه مع الترجي كذا، والترجي في ملاعبي واحد ينجم يستثمر ويعطي برشا فلوس، ولكن ما تنجمش تجيب 5 ملاعبيات تخلصهم قد البليلي. راه باش نكونوا واضحين. بالرغم راهو كان نرجعوا المقابلات البليلي ما نلقاوش عطى حاجه كبيره للترجي. راه باش نكونوا واضحين. انا كاس العالم راهو امير راهو سكت الناس صراحه. مستوى يعني في كاس العالم يعني انا قصدي بالنسبه اليوم كان نرجع ها وانا ليست بحذانا كان يرجع المقابلات الكل تاع البليلي ويحسبهم بالدقيقه وبالسوايع مفتاح لعب يعني الترجي بار الاهداف مفتاح لعب قصدي الجو اوفونسيف الكل يسوروبوز على البليلي. قصدي انا اليوم كي نحطوا اون كومباريزون مع حمدي الهوني في البيك تاع حمدي الهوني في الترجي والا مع شو اسمه شو اسمه الجناح الاخر يعني التونسي البدري يعني دون لا ديوري نحكي. جاوبك امير. شو بوتيتر انت تحكي كوتي ديسيزيف في اطراح معينه مي باش نكونوا واضحين. البليلي اكثر جوور ديسيزيف اكثر ملاعبي ديسيزيف بيلون. نحكي لك بيلون جينيرال العام كامل. هو يعطي تومير العام كامل يعطيك مالك الارقام. احسن ارقام عملهم البليلي في الكارير واكثر من هكا. انا نمشي في لي بري اسيست وفي الاهداف ونمشي بعيد على الاستاتيستيك. بالنسبه للبليلي انا البليلي احسن اجنبي دخل واضح امير في ال10 سنين الاخرانيين ومن احسن الاجانب اللي دخلوا. جو كلام امير. بليلي العام اللي يعدي فيه سنه مالغري ما لعبش برشا مباريات. نجم تكون عندك مؤاخذات على الانضباط نتاعو، على الاوراق صفر اللي قاعد ياخذ فيهم، يمكن على الاتيتود لو كومبورتمون نتاعو، ولكن على المستوى الفني احسن ملاعبي في الترجي الرياضي التونسي من ناحيه مالك راهو ملي جاي ما عادش عنده الاتيتود الخادم. المساهمات التهديفيه نحكي اون دور دو تيران امير، والا حتى اون دور دو تيران امور وما حتى اون فير لاربيتر ملي جا ماهر نقصت. علاش؟ خاطر ماهر عنده لاسوندون امير. نحكي على الجلوبال على عام كامل. على عام كامل امير كان جا لاعب ماتشات اكثر وعنده اهداف كما قلت لك يعدي في احسن مواسمه. يعني في 32 يوسف البليلي. وبين باش تقيم الملاعبي في لي غران رونديفو يوسف البليلي ايتي لو ميور جوور في الكوب دو موند معناها بالنسبه للترجي الرياضي التونسي على مستوى الارقام راه حتى مستوى المشاهده وعلى مستوى الارقام. هذاك علاش نقول لك امير مانيش موافقك برشا الحقيقه. حتى بيتكوفيتش مدرب الجزائر خاطر هو كي جاء من الاول عطاوه كيما نقولوا احنا باللغه التونسيه فيشه في البليلي وبغداد بونجاح. ما عيط لهمش من الاول، بعد عيط لبغداد بشوي دخل، بعد عيط للبليلي يتكلم بعد المباريات الاولانيين اللي مشى فيهم يوسف قال معناها ريتم لعبي كاليتي اخرى سور البلان تكنيك وحتى سور البلان كومبورتمون. هكذا شفنا كلام الاستوديو الذي كان قبل شوي من المجلس العربي لقناة الكأس حول مباراة الجزائر والعراق التي انتهت بفوز الجزائر طبعا بنتيجة 2-0 وتأهل الجزائر متصدرة المجموعة، بالإضافة أيضا إلى منتخب العراق الذي صعد في المرتبة الثانية وسيواجه متصدر المجموعة الأخرى منتخب الأردن، بينما الجزائر ستواجه وصيف المجموعة الأخرى الذي هو منتخب الإمارات. منتخب الجزائر دخل يعني المباراة بقوة، استغل يعني طرد لاعب من العراق، وهذا الذي لاحظناه في بداية المباراة أنه لاعبي العراق دخلوا المباراة بشراسة، يعني تدخلات قوية جدا على اللاعبين. مش عارف هل هذه هي تعليمات من المدرب أو هي خطة أو مش عارف، لكن الجزائريين يعني خلينا نقولوا تعاملوا مع المباراة بطريقة جيدة، عرفوا كيفية تسيير المباراة، أيضا استحوذوا على الكرة، لم يسرقوا الكرة إلى المنتخب العراقي.
المنتخب العراقي استغل المرتدات، لكن طبعا ما كانت يعني شكلت خطورة على المنتخب من غير كرة واحدة في الشوط الثاني. في نهاية الشوط الثاني الجزائر يعني طبعا حاولت تشكل هجوم بعدة طرق، المدرب حاول يجرب يبدل وهكذا حتى تنجح معه، وشفنا يعني مثل ما قلت لكم استحواذ كبير للجزائر، بالإضافة أيضا إلى هجمات كثيرة. هكذا الجزائر تصعد من صدارة المجموعة وتواصل حملة الدفاع عن اللقب أو اللقب الذي كانت حصلت عليه في النسخة الماضية. طبعا في المنتخب الجزائري سيواجه يعني أظن في يوم الجمعة، بالإضافة طبعا إلى المنتخب العراقي أيضا سيلعب يوم الجمعة القادم مباراة ربع النهائي. الأول الجزائر سيواجه مع الإمارات، بينما الثاني العراق سيواجه منتخب الأردن في مباراة قوية وكلاسيكو قوي جدا بين البلدين.